مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. النهارده حابه اتكلم عن اول سؤال بيجيلي لما الحاله بتجيلي بتسالني يا دكتور ايه امتى هاخد اليوم الفري بتاعي. مبدئيا مفيش حاجه اسمها يوم فري، في حاجه اسمها وجبه فري. وجبه فري دي بتبقى بالاتفاق معايا ومع البيشنت على حسب هو اللايف ستايل بتاعه ايه والتارجت اللي هو حققه قد ايه. طبعا انا عاده ما بديش الوجبه الفري دي الا بعد اول شهر من المتابعه معايا، لانه وقتها خلاص بنبقى وصلنا لنقط الضعف فين ونقط القوه فين، وخلاص احنا اتعودنا على اللايف ستايل الجديد. فبنبتدي نديك وجبه فري اللي هي المكافاه بتاعتك، يعني حاجه من اللي انت كنت بتحب تاكلها زمان. ووقتها بعرف البيشنت ابتدى ان هو يلتزم باللايف ستايل بتاعه، او هو فعلا ده واخدها مرحله كده وتارجت لحاجه معينه، فرح بقى، مناسبه، اي حاجه من الحاجات دي. في ناس حرفيا بتيجي بديها الوجبه الفري بتاعتها دي، بتجيلي تاني اسبوع بتقول لي يا دكتور انا ما خدتش الوجبه اللي حضرتك اديتها لي دي وقتها، وبعرف ان هو حد فعلا ناوي يغير عاداته الغذائيه كلها. ومش معنى ان احنا هنغير عاداتنا الغذائيه ان احنا مش هناكل حاجات احنا كنا بنحبها، لا هناكلها، بس مش هي اللي هتبقى مسيطره علينا لدرجه ان انا اول ما اروح للدكتور بتاعي اقول له هاخد امتى اليوم الفري بتاعي. في ناس حرفيا بتبقى اول البدايه مع اول لقاء بيني وبينها دكتور هو انت هتديني امتى اليوم الفري بتاعي. دي وقتها بعرف على طول ان هو داخل عشان تارجت معين، مش عشان تغيير عادات غذائيه او لايف ستايل معين. فمفيش حاجه يا جماعه في التغذيه خالص اسمها يوم فري، في حاجه اسمها وجبه فري، لانه الوجبه الفري دي للاسف لو ما اتاخدتش صح كفيله تبوظ لك الشهر بتاعك. لانه للاسف في ناس بتعمل وجبه فري بتبقى فيها سعرات كتير جدا جدا جدا، اللي هو العجز يعتبر اللي احنا عاملينه في الشهر كله انت عملته في وجبه واحده، فكفيله ان هي تثبتك شهر كامل، تعب كامل بتاع شهر يعطل او يروح في وجبه واحده. عشان كده احنا لازم نبقى متفقين عليها انا والحاله عشان نبتدي نديها لك صح، عشان ما تاثرش على الشهر بتاعك. وهو ده النهارده كانت فكرتي، انه مفيش يوم فري، في حاجه اسمها وجبه فري، ولازم تبقى مقننه وتبقى بالاتفاق مع الحاله. ودمتم اصحاء ودمتم بالف خير.